الأخبار الموجزة اليوم السبت. بدأ استخراج آبار النفط لأول مرة في منطقة سرب القشقري. وقال وزير المناجم والبترول الشيخ شهاب الدين دلاور خلال حفل افتتاح هذه الآبار سيتم في القريب استخراج 100 طن من النفط من آبار سرب النفطية يوميا. قال وزير الخارجية المولوي أمين خان متقي إن اقتصاد الأمس كان حرب وغارات، واقتصاد زراعة الخشخاش وبيعه واقتصاد اليوم من العوائد الداخلية تنفق على مشاريع البناء وإعمار الوطن. صرح قسم التعليم الفني والمهني قام طلاب معهد الزراعة وتجهيز الأغذية ببناء آلة الكتاكيت. صرحت إدارة سكة الحديد تم نقل 71,176 طنا متريا من البضائع عبر سكة حديد حيرتان وأقينة وترغندي في الأسبوع الماضي من 9 إلى 15 من شهر سرطان. حسب تصريحات بلدية كابول يجري العمل على إنشاء طريق بطول 800 متر في المنطقة 15. صرحت مسؤول إدارة الإعلام والثقافة بمقاطعة كونر إن 80,000 مواطن زاروا مختلف المناطق الطبيعية والترفيهية في هذه المقاطعة خلال العيد الماضي بسبب الأمن الكامل.